قبل ما تبدا هتلاقي في الديسكربشن شرح كل المصطلحات اللي مهم تكون عارفها عشان الليسن ده يبقى سهل عليك. ويلا بينا نبدا. اتكلمنا في الجزء اللي فات عن مرحله الاد بوزيشن ديستريبيوشن، وخلاص الادفرتايزرز اتوزعوا في اماكنهم والاد بتاعك اتشاف وحقق امبريشن واتداس عليه وحصلت اول كليك على الكامبين بتاعتك. ولو تفتكر الليسن اللي فات قلنا ان الكليك دي موضوع كبير عشان اول ما بتحصل بيظهر معاها ما يسمى بالاكشوال داتا، والاكشوال داتا قلنا هتاخدنا لمرحله قبل ومع وبعد لحظه حدوث الكليك. وهنبدا دلوقتي باول جزء وهو قبل مرحله حدوث الكليك. اول جزء فيها هو الاكشوال سي بي سي. في معظم الاوكشن بيزد ادفرتايزنج بلاتفورمز بالتحديد جوجل ادز، الادفرتايزر بيدفع اقل حاجه تخليه يغلب تاني واحد بعده في الاد رانك. لو تفتكر في المره اللي فاتت لما قلنا ان في الانترنت ادفرتايزنج المزاد او قوانين المزاد هناك مختلفه، اظن جه في بالك وقتها ان نظريه مؤامره شويه، ان السيستم عايزك تدفع اكتر حاجه من البادجت. خليني اقول لك ان الكلام ده في جوجل ادز مش حاصل، لان السيستم هنا هيخليك تدفع اقل حاجه تخليك تكسب. بمعنى تاني واحد بعدك على طول في الاد رانك لو كان هيدفع 10 جنيه يبقى انت هتدفع 10 جنيه وحته. القلم ده هيقف عليا ب 10 جنيه، وواحد تاني قال هيقف عليا ب 15، فانت جيت قلت لا هيقف عليا ب 20، كده انت المفروض تدفع كام في المزاد الحقيقي؟ 20. بس في الانترنت ادفرتايزنج قانون مختلف، مش هتدفع ال 20، هتدفع 15 وحته تحديد، يعني هتدفع 15 جنيه وقرش. وده تفسير جمله انك هتدفع اقل حاجه بس تخليك تكسب. سيبك من الامثله الساذجه اللي اتكلمنا فيها دلوقتي دي وخلينا نتكلم كلام كبار. الاكتوال سي بي سي ليه معادله، لو فهمتها هتقدر تتحكم اكتر في السيستم، وهتعرف امتى تدفع كتير وامتى محتاج تفرمل وتدفع اقل، وهتعرف ليه كمان السي بي سي ايام بتبقى تكلفته عاليه عليك وايام تانية بتبقى اقل. اكتوال سي بي سي بتساوي بي 2 يعني البيدنج اللي هيدفعه ادفرتايزر 2 في كيو 2 دي كواليتي سكور بتاعت ادفرتايزر 2 على كيو 1 ودي كواليتي سكور بتاعتك انت زائد 1 من 100 اللي هو القرش. معنى المعادله ان اللي هيدفعه ادفرتايزر 1 اللي هو انت يعني هو ناتج حاصل ضرب البيدنج بتاعه في الكواليتي سكور بتاعته على الكواليتي سكور بتاعتك زائد القرش اللي هو بيحقق المعادله اللي اتكلمنا عنها في الاول خالص، وهو انك بتدفع اكتر سنه. حاسسها معقده سيكا؟ ما تقلقش، اهم حاجه بس دلوقتي تكون فهمت الكونسبت. في الادفانسد انتراكتيف كورس هتتدرب عليها لحد ما تبقى متمكن منها. طب على اعتبار انك فهمت الكونسبت دلوقتي، ايه اهميه انك تفهم الاكشوال سي بي سي؟ هقول لك. المفروض انك تستوعب اهميه ومدى خطوره الكواليتي سكور وتاثيرها على البيدنج بتاعك. يعني نفس الكيورد ممكن تدفع عليها 4 جنيه وهي الكيورد ممكن تدفع عليها 40 جنيه. ها شايفها مهمه ولا لا؟ ننقل للجزء اللي بعد. تاني مرحله في الاكشوال داتا وهي مرحله مع لحظه حدوث الكليك، وهي الاكشوال سي تي ار. سي تي ار اختصار لكلمه كليك ثرو ريت. مع الثانيه اللي بيتداس فيها على الاعلان بتاعك بتبدا تتحسب حاجه مهمه جدا وهي الاكشوال سي تي ار، واللي بيكون ليها وظيفتين. اول حاجه هو تغذيه الرانكينج بروسيس بما يلزم من هيستوريكال داتا، يعني تغذيه السيستم باي داتا حصلت تخليه قادر وهو بيحسب اي حاجه جايه تاني في الكامبين يبقى متوقعها بشكل احسن. ثاني حاجه استخدامها كمقياس او مؤشر للاتراكتيفنس ريت، يعني بيحدد انهي اد قدر يخطف الانتباه اكتر، وبالتالي استخدامها في الاوبتمايزيشن. ثالث جزء في الاكشوال داتا وهو مرحله ما بعد حدوث الكليك، وهو الاكشوال لاندنج بيج اكسبيرينس. والكلمه دي بالحرف مش هتلاقيها يعني بالظبط على لسان جوجل، بس تعالى اقول لك هي جت منين. اللاندنج بيج اكسبيرينس اللي هي عامل من ضمن الثلاث عوامل بتوع الكواليتي سكور، لو مش فاكرهم رجع للليسنز اللي فاتت. هي في فطرتها عباره عن استيميتس، واي حاجه في الاوكشن بيزد ادفرتايزنج بلاتفورمز بيتعمل لها استيميتس بتبقى مبنيه في الاغلب على هيستوريكال داتا حصلت بالفعل، زي ما في اكسبكتد سي تي ار واكتوال سي تي ار حصلت بالفعل. وبناء عليه جوجل كل مره بيبعت فيها حد على اللاندنج بيج بتاعتك بيكون مستني يسجل داتا معينه عن الاكسبيرينس اللي مر بيها اليوزر عشان يجمعها ويعيد حساباته وتوقعاته للمره الجايه اللي هيحسب فيها تاني الكواليتي سكور. كده احنا تقريبا خلصنا كل حاجه ليها علاقه بالكليك. في الليسنز اللي جايه هنشرح بالظبط ايه اللي هيحصل وايه اللي مطلوب منك كادفرتايزر في الاجزاء اللي بعد كده.